من خلال الانتقال، وكمان هيكلمنا عن الفايدة الاقتصادية فيه. ازي حضرتك يا فندم؟ زي حضرتك تاني. كلمنا ليه احنا لازم نتجه الاتجاه للفخار عشان سببين: سبب اقتصادي وسبب صحي. السبب الاقتصادي الاول ان الطين ده احنا بنستخدمه كبديل لبعض المعادن اللي هي تم استنزافها، يعني مم. المواد الالومنيوم مثلا اللي احنا بنستخدمه في صناعه اواني الطهي كده خلاص اصبح ان هو منقرض او نفذ. فبالتالي لما نستخدم الطينه ديت بداله فاحنا بنوفر للدوله وبنمنع استنزاف المعادن. ده اقتصاديا. اما بالنسبه صحيا ان الطين ده ماده قلويه، فالماده القلويه بتعمل حاجه اسمها تحييد الحموضه، فلما نعمل طعام في الاواني الفخاريه ديت فبالتالي الطعام ما بيكسبش حموضه، فبالتالي بيسهل هضمه. اول حاجه. تاني حاجه ان في تبادل كاتيوني بيحصل ما بين الطعام وما بين الطينه ديت، فبيكسب الطعام بعض العناصر زي الكالسيوم، فبالتالي بيديله قيمه صحيه عاليه. وده يعتبر افضل من الالومنيوم، لان الالومنيوم بيبقى فيه احتكاك ما بين الطعام وما بين انيه الطهي، فبالتالي بيسبب بعض الامراض وممكن توصل للسرطان. تمام. يعني حضرتك دلوقتي بتنصح ربات البيوت ان هم يستخدموا الفخار افضل من الالومنيوم او من الحاجات دي؟ ايوه يا فندم، صحيا كمان اقتصاديا بالنسبه لربة المنزل ان البرام ده بيستهلك قيمه حراريه اقل شويه من الانيه بتاعه الطهي، وهو صحيا فده افضل يعني. ده افضل بالنسبه لربة البيوت، وبالنسبه صحيا على صحتنا ده برضو يعتبر كويس. ايوه يا فندم، وبعدين اساتذه الاورام نصحهم باستخدام الاواني اللي هي الفخاريه بدل من اواني الطهي اللي هي الالومنيوم وغيرها. بالنسبه للقله بقى، اتفضل كده، بس القلل والحاجات دي برضو هل هي صحيه فعلا حضرتك؟ ايوه يا فندم، صحيا. القله ديت الميه لما بنحطها فيها ما بتفقدش قيمتها، وبرده زي ما قلت بيبقى نفس الموضوع ان بيبقى فيه تبادل كاتيوني، فبتلاقي الميه ليها قيمه اعلى، بخلاف لو احنا مثلا حطيناها في ازازه او في ثلاجه او اي حاجه ثانيه. تمام. نفس الكلام، اي حاجه بنستخدمها من الفخار بيبقى لها قيمه صحيه كويسه ايوه يا عن فندم. لما نستخدم اي حاجه ايوه تانيه. يا فندم، لانها من ماده الارض، ما عملناش عليها اي خلاف خالص يعني او اختلاف.